انا لما كنت عايشه في دبي كنت فاكره ان الصفحه السوداء دي عمرها ما هتتفتح تاني، بس بعد ما رجعت مصر حسيت الصفحات عماله تتفتح واحده ورا التانيه. الو مريم، انا طارق. انا ومريم مالناش غير بعض، هي اهم حاجه في حياتي. بس انا مش حاسه بالامان. هو انت عرفتها هنا ولا في دبي؟ دبي. تعرفها كويس؟ طب وعارف انها كانت مصاحبه جوزي؟ بس ده ميت. انا مش كويس خالص من ساعه ما رجعت مصر وانا بكتشف حاجات كتير عن مريم. بس ده مش حقيقي. مشكلتك مش مع مصر، مشكلتك مع مريم. مش عايز تتكلم في الموضوع ده يا هشام. مريم بتعافر كل يوم عشان تفضل الست اللي انت بتحبها دي. مش قادر اتخلص من سيطره الستين دول عليا. واحده مسيطره على مشاعري والتانيه مسيطره على دماغي. انت بتحوم ليه تاني حوالين مريم ندى؟ انا بحبك انت، ولما اتجوزتك انت مش هو. هو انت في حد قالك قبل كده ان عينك حلوه بجد؟ أما تحت السيطرة، تحت السيطرة هو المسلسل لنيلي كريم وظافر عابدين. الحقيقة المسلسل في بداية الحلقات كان في اتجاه كمان بدعاوي لإيقافه لرؤية إن هو بيحرض على تناول المخدرات. بعد يمكن حلقتين 3 بدأوا الناس يوصل لهم المسج أو الرسالة اللي في المسلسل، وإن هو بالعكس هو هدف المسلسل الرئيسي هو توعية الناس، توعية الأهل، بناء على أن عندنا إحصائية فعلا مش هننكرها أنه 25% من شبابنا واقع في مشكلة الإدمان. فكان مهم جدا أنه يطلع عمل يوعي الناس، يوعي اللي عايزين ليهم ناس تهمهم ان في علاج. ويمكن كان اول مرة يطرح علينا فكرة ان في اماكن وفي حاجة اسمها برنامج بتساعد الناس. يمكن دي هتساعد على ان الاهالي يهتموا لو عندهم المشكلة دي لا قدر الله. وبعد وقت بدأ تحت السيطرة يبقى واخد مجال تاني خالص ومحتل مجال مهم جدا على النت، وهو انه الناس بدأوا يفهموا المضمون بتاعه، وان هو تحت السيطرة دي ممكن تكون اي حاجة مش بس ادمان. انك تبقى تحت سيطرة حبك لحاجة معينة، حبك للمال، حبك لأصدقائك زيادة عن اللزوم، حبك للعمل زيادة ممكن كمان يبقى مضر. انه ممكن تبقى محب لصرف الفلوس زيادة عن اللزوم. شافوا ان في حاجات كتير قوي عيوب ممكن تبقى في البني آدم، وبدأوا يغيروا جمل المسلسل ويحولوها على تطبيق الحياة. انه مش مهم الواحد يقع تحت سيطرة ايه، المهم ازاي يحاصره ويهزمه. وبدأت البوستات والكومنتات تبقى على الفيسبوك وعلى تويتر متاخده من جمل وأقوال خلينا نقول المسلسل. يمكن كان من أشهرها الدعاء السكينة اللي شفناه معمول له كذا بوست بكذا طريقة، واللي هو كان اللهم امنحني السكينة لتقبل الأشياء التي لا أستطيع تغييرها، والشجاعة لتغيير الأشياء التي أستطيع تغييرها، والحكمة لمعرفة الفرق بينهما. الحقيقة توعية مهمة جدا، يا ريت كلنا نستفيد بيها. كمان حتى في بداية المسلسل شفنا في التتر أرقام تليفونات يمكن هتساعد لأي حد عنده مشكلة زي دي. شفنا ظهور متميز جدا كمان للنجمة الصغيرة، خلينا نقول جميلة هي اللي بتقوم بدور هانيا. والحقيقة هي بنت أو حفيدة النجم الراحل محمد عوض، وبتبقى بنت عادل محمد عوض المخرج المصري المعروف أكيد. وإحنا مكملين مع المسلسل وقصة مريم نعوم أكيد، وهنشوف نيلي كريم هتوصل لفين. هي الوحيدة التي أقبل أن تحل محل زوجتي الراحلة. مين هي؟ لا مفيش. بنتي تحل محلها في أي حاجات. كزوجة؟ لا مفيش أبدا؟ أبدا، ولا حتى بص. يعني مش ممكن تتجوز عليها؟ لا، أنا ممكن دلوقتي هو كده أقرأ لها الفاتحة. أقرأ لها الفاتحة.
الله يرحمها. الله يخليك. توني خليفة يمكن كل سنة بيفاجئنا بفكرة جديدة وبجو جديد خالص رمضاني. السنة دي أكتر ما شد انتباه الناس هو إظهار توني خليفة لجانب خفي ما شفناهوش قبل كده للفنان شعبان عبد الرحيم. لما سألوا عن زوجته الله يرحمها، وسألوا هل ممكن تلاقي حد بديل ليها في حياتك. الحقيقة الناس اتفاجئت بإظهار المشاعر القوية اللي كانت عنده لما انهال في البكاء، وبعد كده طلب قراية الفاتحة ليها. وكان كل الملاحظات اللي بتتقال انه فعلا مش لازم يكون البني ادم متعلم او من طبقة معينة عشان يكون عنده قلب، وان الزوجات طبعا ساعدوا جدا بالموضوع ده، وبدأوا يتبادلوا الكومنتات بالمقطع، وبدأوا يقولوا ان الاحساس هو نعمة فعلا، وجميل قوي لما يبقى الزوج عنده وفاء كده تجاه مراته. اما برامج المقالب الحقيقة السنة دي زي ما قلنا قبل كده ان احنا عندنا 3 برامج للمقالب كلهم في الهواء. كان في انتقاد للفنان هاني رمزي وبرنامج هبوط اضطراري، لان في صورة ظهرت في حلقة الفنانة ميرفت أمين بالظبط في الدقيقة 1:49 انه في شخص بيصور قاعد في كرسي بجانب الفنانة ميرفت أمين، وبدأ البعض يتساءل انه ازاي كل الكاميرات دي ومش باينة، او هي النجمة ما بيبقاش شايفها وهي المصور بيصور براحته جدا ده من خلال اللقطة. وبدأوا يقولوا ان في حلقات مفبركة. كمان كان عندنا طبعا النجم رامز جلال الأشهر في مجال المقالب المصرية. كان في انتقاد كمان يمكن من النقاد للجوءه خلينا نقول مقالب خطرة زيادة عن اللزوم. لكن الحقيقة ان هو لغاية دلوقتي رامز جلال ما زال الأول في برامج المقالب ومتابعة من المشاهدين. أما برنامج شادي وخالد التجربة الخفية هو بيواجه نفس الانتقاد الحقيقة، لأنه كل مرة بيشوفوا حلقة بيشوفوا النجم في حالة من الرعب الشديد جدا، وقالوا يمكن أنه ده ممكن يكون مؤثر على صحة القلب، وأنه ممكن ناس تتأذي بالفعل. كان في برنامج مقالب تاني كان لخالد عليش وهو 100 فاصلة ريختر. بدأ الناس يمكن بعد أيام قليلة من رمضان بدأ يلتفت الأنظار ليه، لأن هم شافوا أن الحلقات لطيفة والناس بتضحك، وفي نفس الوقت هي خالية من نسبة الخطورة العالية جدا على النجوم. الحقيقة كل برامج المقالب يمكن تعودنا أنها تبقى موجودة معانا في رمضان، لكن بنتمنى أن يكون عندنا برامج لذيذة ومعمولة بحرفية، لكن تكون أقل نسبة خطورة. خليكم معانا فاصل وهنرجع لكم فقرة جديدة لكد. لا اله الا الله، خد لك ساتر، لا اله الا الله، خد لك ساتر، لا اله الا الله، لا اله الا الله، خد لك ساتر. اعمل ايه؟ خد لك ساتر. اعمل ايه؟ خد لك ساتر. امسك ده، امسك ده. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. يا رب يا رب ما عملتش حاجه وحشه، يا رب يا رب ما عملتش حاجه وحشه. لا اله الا الله. انت جاي لها اقفلي دي. بس اهدي وصلي على النبي، اهدي وصلي على النبي، اهدي وصلي على النبي. هات ميه يا ابني، هات ميه، هات ميه.
رجعنا معاكم. والحقيقة الإعلانات في رمضان لا تقل أهمية أبدا عن الأعمال الفنية. يمكن بقى معروف عندنا أنه في اهتمام من وكالات الإعلان ومن مخرجين الإعلانات بابتكار أفكار جديدة جدا في رمضان. فعشان كده كان لازم نعمل توب 5 خاص بالإعلانات. أول إعلان كان معانا كان إعلان فودافون اللي شفنا فيه نجوم كتير قوي وكلهم تقريبا كانوا من عائلات واحدة. يعني شفنا يسرا وزوجها وأخو زوجها الفنان هشام سليم، وشفنا حسين فهمي ومصطفى فهمي دلال عبد العزيز وبنتها إيمي. الحقيقة شفنا كتير قوي. الإعلان كان لطيف وكان ليه نغمة مميزة جدا جدا، وعشان كده هيكون معانا رقم